بتصريحات للإذاعة الأسبانية وقال: أنا أطلقت على هذا المونديال، هذا هو مونديال العرب. وما فعله المنتخب المغربي في هذه البطولة إعجاز كروي بمعنى الكلمة، فهم أقصوا المنتخبات الأوروبية الكبرى مثل المنتخب البلجيكي والمنتخب الأسباني، وبعد ذلك فازوا على البرتغال الذي كان المرشح الأبرز للقب هذه البطولة. فالمنتخب المغربي في وجهة نظري هو أقوى فريق في البطولة حتى الآن، وأعتقد من الممكن أن يتخطى المنتخب الفرنسي ويتأهل إلى نهائي كأس العالم، وهو ليس ببعيد عن ذلك الحلم الكبير. بينما تفاعل أسطورة المنتخب الأسباني بيكيه وأدلى بتصريحات نقلها راديو كاتالونيا وقال: المنتخب المغربي أدهش العالم بهذا المستوى الرائع الذي ظهر في هذه البطولة، فهو أقصى جميع المنتخبات التي كانت مرشحة وبكل قوة للقب بطولة كأس العالم في قطر، وهو من أخرج المنتخب الأسباني وجارتها البرتغال أيضا، ويبدو أن الدور قادم على المنتخب الفرنسي. وأنا عن نفسي أريد المنتخب المغربي يأخذ كأس العالم لأنه يستحق هذا اللقب بما فعله في هذا المونديال، وأعتقد من الوارد جدا الفوز على المنتخب الفرنسي. فالمنتخب المغربي يمتلك لاعبين كبار وجميعهم ليسوا أقل من المنتخب الفرنسي. بينما تفاعل أسطورة المنتخب الأسباني في المونديال إندريس إنيستا وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكاس القطرية وقال: المنتخب المغربي هو الحصان الأسود في هذا المونديال، وربما لا أحد كان يرشح هذا المنتخب قبل هذه البطولة إلا الأدوار الإقصائية، ولكن ما فعله مدرب المنتخب المغربي ولاعبوه يستحق من الجميع الآن أن نرفع له القبعة، لأنه فاز على كبار أوروبا، ومن الوارد جدا التتويج بكأس العالم.